بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه شكر؟ يعني امتنان بالقول والفعل تجاه طرف آخر عمل لي حاجة أنا محتاجها وفرقت معايا في حياتي، أو حاجة مش مدرك إني محتاجها وعرفت بعد كده إنه عمل فيا معروف جامد لأن فعله ده غير حاجة في حياتي. طبعا ده لو الأفعال في الدنيا بين الناس. طب تعالى نعلى بقى ونشوف ربنا بيعمل لنا إيه. ولا هنعرف نشوف ولا نعد أصلا من كتر النعم والخير اللي احنا عايشين فيه بسبب اهتمام ربنا بينا. من أول ما بنصحى من النوم لحد ما بننام احنا في نعم. مفيش حاجة محتاجها ربنا مش بيقدمها لك. ركز كده هتلاقي كل اللي احتاجته مش عايزه جالك. كل حاجة حواليك علشان تعرف تتحرك في الدنيا براحتك. بيدلك جسمك وأعضائك كلها، قلبك بيدق بكل دقة، دورة دموية شغالة بمنتهى السلاسة، وأعصابك بتمد جسمك بالطاقة 24 ساعة في اليوم وما بتقطعش. كل يوم بتصحى من النوم في غيرك أصلا بينام ما بيقومش، وبيديك فرصة جديدة تعمل خير في الدنيا علشان تشيل ذنوب من اللي عليك وترجع له. ما هو كل يوم هو فرصة جديدة ليك علشان تغير حياتك. كل يوم فرصة انك ترجع كما ولدتك امك. مركز في الموضوع ده ولا بتصحى تلف في الروتين اليومي ومش واخد بالك؟ صعب قوي بل مستحيل انك تحسب النعم والهدايا اللي ربنا مديها لك عشان تقوله شكرا. هو ربنا قفل الموضوع ده لما قال لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. عارف إنك مش هتعرف تغطي كل النعم اللي انت عايش فيها، سواء حاسس بيها أو لأ، وتشكره عليها واحدة واحدة. وربط اسم الغفور الرحيم بالنعم ليه؟ علشان تهاونك في شكر الله على النعم في جحود منك. لأن الإنسان ساعات ممكن ينسب الفضل لإنسان أو ظروف، وينسى رب الظروف والإنسان أصلا. فعلا ممكن تلاقي حد حواليك بيقولك انا بشكر الظروف. ظروف ايه اللي بتشكرها اصلا؟ وعلشان ايه اللي غلفك بالحب ده وعارف قدراتك، ادالك اسم الغفور الرحيم مع النعم، عشان لما تجيلك نعمة تشكر الغفور الرحيم. تعرف ان شكرك لله اصلا ده امتحان عظيم ليك في الدنيا. وعدوك اللدود عارف اهمية الشكر، وراح موظف كل امكانياته انه يبعدك عن شكر الله. بص الشيطان قال ايه؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان تنسى تشكر وتطلعها من قاموسك أصلا. بص اختيار الشيطان لموقع الحرب، بص قاعد لك فين؟ قاعد على الصراط. ليه؟ عشان ربنا قال: هذا صراط علي مستقيم. فهل انت متخيل انه هيسيبك تمشي عليه بسهولة كده؟ ده هيقعد على الصراط وهيجيلك من الاربع اتجاهات كمان عشان يغلوش عليك بكل الطرق. ليه؟ علشان ما تشكرش. تخيل كل ده علشان ما تشكرش. بس ربنا بيطمنا بغض النظر عن كل الأسلحة اللي جاية عليك من الشيطان. ربنا حجمه ومنعه من الوصول لفئة معينة من البشر اسمهم عباد الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. دول في حماية وحواليهم دروع إلهية والشيطان ملوش أي مدخل عليهم. خلي بالك الشيطان بيجي من أربع اتجاهات بس ما قالش فوقهم. ليه؟ عشان عبادي دول ناس رابطين وعيهم بالأعلى، يتفكرون ويعقلون، فبتنزل عليهم حماية. ودول من القليل، دول في اي بيز اللي ربنا قال عليهم: وقليل من عبادية الشكور. خلاص كده احنا فهمنا امتحان الشكر عبارة عن ايه. تعالى بقى افتح المنهج القرآن ونذاكر علشان نعرف نجاوب ونعدي. تشكرون اتذكرت 19 مرة في القرآن. بتيجي دايما قبلها لعلكم، يعني يمكن تشكروا بسبب ندرة شكر الله من البشر، أو بتيجي قليلا بسبب قلة الشاكرين. وخلاص احنا فاهمين ان الشاكرين مش كتير أصلا. طب ازاي بقى نفعل خاصية الشكر دي ونبقى من الشاكرين؟ أول حاجة، تقوي العلاقة بينك وبين القرآن. تعرض نفسك يوميا على كلام الله علشان يحصل لك تطهير، ونفسك تخشع وقلبك وعقلك يتعلقوا بكلام ربك وتوجيهاته. تاني حاجة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر مش بالكلام، الشكر بالأفعال.
هل نعم ربنا ليك كانت عبارة عن كلام؟ مع انه حتى لو كلام هيبقى مفيش احلى من كده، بس هو عبارة عن نعم ملموسة ومحسوسة، بحر انت بتعوم فيه يوميا. طب لما تيجي تشكر النعمة لازم تكون في صورة فعل. ممكن يكون عبارة عن تفكر، تقعد كده مع نفسك وتتدبر النعمة وأصلها جاي منين، وترجع ورا وتشكر الله لحد ما توصل للمرحلة الأخيرة اللي فيها النعمة اللي انت فيها دلوقتي. يعني جبت عربية جديدة مثلا، ارجع للأصل وشوف ازاي عرفت تجيبها من أول أهلك اللي علموك، وبعدين نعمة التحصيل العلمي اللي وصلك لأحسن وظيفة، اللي دخلت لك نعمة المال اللي عرفت تجيب بيه العربية دي. كده انت خدت بالأسباب اللي ربنا أنعم عليك بيها ووصلت للنتيجة وشكرته عليها بعمل فكري. وممكن تشكر بفعل مادي، انك تخصص جزء من جهدك أو أموالك لشكر الله. ممكن مثلا تعمل ظرف اسمه شكر الله، وزع منه على خلق الله، انشر علم ينتفع بيه بنية الشكر. تالت حاجة تشكر ربنا على النعم اللي أنعم بيها على غيرك. ده مستوى بقى عالي، وخصوصا الناس اللي ما تعرفهاش، الناس اللي في الشارع. يعني شفت واحد مثلا راكب عربية حلوة قوي، اقف واشكر ربنا على النعمة اللي أنعم عليه بيها، واتمنى له البركة في النعمة دي. ده مستوى عالي، كده انت دخلت نادي الشاكرين وكسبت المعركة وبقيت في حماية ربنا. كده انت تقريبا بقيت مع القليل والشيطان ملوش عليك سلطان، وهتستمتع وانت ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا، وفي آخر الصراط ربنا وإليه المصير، وأحلى مصير. اللهم اجعلنا من عبادك القليل، اللهم اجعلنا من الشاكرين.